بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد waxaan ku soo dhex jiray chapterkeennii ama waxdadeennii labaad maadada adabka darsigaana waa darsigii saddexaad cinwaankiisu waxa weeye alqiima taariikhiya walfanniya lishacr alxamaasa qiimaha taariikh ahaaneed iyo midka fanni ahaaneed oo uu leeyahay gabayga loo yaqaano gabayga xamaasada ama shicr xamaasa oo ah gabay lagu gubaabinayo dadka muslimiinta ah si ay maartay uga hortagaan ulana dagaalamaan cadowgii gaalada ay soo weerareen waxa la waakaba shicr xamaasa kelmadda waakaba ficil ah waa ficil rubaaci awal waakaba masdarka waakaba ala wasni faacil marka masdarkeedu wuxuu ku imaanayaa muwaakaba wax la waa la jaan qaadis ama la bilaabasho waxa leena waakaba shicr alxamaasati wuxuu la bilowday oo la jaan qaaday shicirkaasi في الحروب الصليبية دغالدي الصليبيين منذ بدايتها حتى نهايتها إلا يبلوغي إلا يدماتكي فقد وصف الشعراء في قصائدهم شعراء وحي كتل ما بين قصيدوين كودا احتلال الصليبيين للبلاد الإسلامية سيدي قالوا الصليبيين تأقب سيان وضمد إسلامك في بداية قدومهم لبلاد الشام مركي ورسوا سوق قلين منطقة الشام ليها كما وصفوا المعارك الهائلة سوى كلا شعراء وحي كتل مامين دقالة واوين التي قادة المسلمين وإي قلين تلياشا عيدك المسلمين ما هي قلين دقالة باس والاسترجاع بلادهم ومقدساتهم قالوا إنك لا يقب صدي يقارهان مقدساتك أو بيت المقدس اللي وجهده إنها يستبسوا عشدان بيت المقدس واحد مركي أوريسين قالوا إنك المسلمين لا يقب صدي إياه وصوروا الحالة التي كان عليها المسلمون وحي نوم موجيين شعرضوا حالة المسلمين تكسوا نايين قبل وبعد هذه الحروب دقال لها كهر يكذب وما تعرضوا له من نكبات وانقسامات يوحي المسلمين أبن بحانه نكبات بمعنى مصائب أي مصائب وحي أبن بحان ونكبات مصائب انقسامات قيب سنة وبهذا يعد شعر الحماسة سيادة درادد وحال لغتريا شعر كاللو يقال شعر الحماسة وثيقة تاريخية وحال أورنكرا هو شهادة تاريخية لدارسي الحروب الصليبية ذاتك الدراسينية حروبتا أما تقالوا الصليبيين وحال أورنكرا هو سجلا حافلا للأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية والديوان بوحة وكوشي دعوين كي صومر أمة إسلامك صارتوا محيطها شعراء لأن الشعراء وصفوا معظم تلك الحروب شعراء وحي نوصفين دقالها بدنكود واصفين وتحدثوا عن الأسلحة التي استخدمت فيها وحي نوضور من دقالدي هبكي اللي يسكو أديكسدي والأماكن التي دارت فيها قوبيه دقالده كدعين والخطط الحربية كارتوينك دقالك ووسائل الدفاع والهجوم قابكي وحال يسكو عيدنك اللو ويرري أما اللي يسكو دفاعي انت وين لو شاكل كما أشاروا سوى كلا وحي نوت المامين إلى أسماء الشخصيات مقعيدة شخصياتك التي اشتركت في هذه الحروب دقال لها كقيب قليل ما دام حالته صداع يتامرك إذن فشعر الحماسة مرجع تاريخي وحارنك الرعا شعر اللي يشعر الحماسة ومرجع تاريخي صور ذلك العصر بكل جلاء بدقة وجلاء وعصر قاس أي حروب الصليبية السعوديين إلى والله بقوله صراحة نو صوري سي واضحة أو مقطع أيو نوغو صوري شعر الحماسة وحارنك الرعا ومرحلة المضيئة وحوها مرحلة إفايسة وأدب كعربيد أي حلقة آد أفافي وآد هرمر أقاري مركب على ورنك وحوها مرحلة مضيئة وبهذا يعد شعر الحماسة وحال وتريا وحليه كما يعد شعر الحماسة في الحروب الصليبية سوى كلا وحال وتريا شعر الحماسة دقالدي الصليبيين مرحلة مضيئة في تاريخ الأدب العربي مرحلة إفايسة مركا لغا هدليا تاريخ ذا أدب كعربيت مركا لغا هدليو وحال ليه كلا مرحلة إفايسة يوها الذي تلدخت مسيرته ببعض الشعراء المنحرفين كاسو مركي هوري أي كوة سخوذي
صعد كجبل وكسعدي شعراء منحرفين وحق جرب مري إذ إن بروز الروح الجهاد صارتوا شعراء اللي شعراء الحماسة وحيابه هذا قد ذلك وحي آيات إن موجيان روح الجهاد واستخدام المعاني الإسلامية أي الاستخدام الجدوين الإسلامية تاسو كي شيء جعلته متميزا بين عصور الأدب العربي وحي كي شيء عصورتي كلا عربيات أما عصور الأدب العربي صومرت أدب كعربيات زمن كاسئلو كصعنا أي كي شيء وياه وقد تميز أيضا شعر كان وحو كصعمي عن موضوعات الشعر الأخرى بالجدية نبنمو كالي حقيقه كالي والالتزام يشعرضوا إلى إسكو واجبين فكان لشعراء الحماسة شعراء الحماسة وحي لهايين هدف يسعون إليه يجدوا يوردين أوديالين وغاية النبيلة وحي لهايين يول شرف بدل يرجون تحقيقها أي دوري إلى حقيقيان وفي سبيل ذلك سيارنتا كجاران حاولوا وحي يسكو ديين الارتفاع بشعرهم لغة وأسلوبا إن الجبل يقولوا كروا قاران حق اللغة يأسلوبك يهبك وكسو على الجبل لتحقيق الغاية التي يريدون سيئوا حقيقيان وجدوا يدونيا لأن شعرهم كان معاناة مروا بها وكذا شيء عبشوين إدباتين أي صومرين فعبروا به عنها ويكون موجيا وخلدوها في أشعارهم قبيلوا لنا وكواريا ولذا سيد رادد وحاورنكرا لم يكن شعر الحماسة على شعراء قاصرا على شعراء المحترفين كما كوبنين شعراء المحترفين تها وحرفت قبل يقاني بل تعداهم إلى غيرهم تاس وحا وجود بي عيد كلا وغير كذا سيد رادد وحنا هذا ما يفسر كثرة الشعراء في هذه الفترة فترة هي حروب الصليبية يدعان قبياهم إلى بطين وبروز قصائد الرائعة ويصبحن قصيدين آدوا عجبا لكنها لشعراء مجهولين وعايز كان الشعراء أن لقرنين معناه مقاعده هذا إن ضد مسلمين يهين والله يقعنا لكن سجوا يغني كتيري باهم اللي أورن كده وياه الخصائص الفنية العامة للشعر الحماسة وحاليا قيمتها أنا كقاعدنا خصائص هي صفات كجاركة أو ليه شعر اللي شعر الحماسة وياه وحاليا برزت في شعر الحماسة وحصوبحي أنت اللي قلتها جري شعر كحماسة إبان الحروب الصليبية إبان بمعنى أي وقت هو إبان أي وقت أما زمن الحروب الصليبية زمن الحروب الصليبية أنت اللي قلتها جري زمنك أما وقتي وسعيد دقالة الصليبيين بعض الخصائص والسمات صفات جارة يا علامات جارة أو قبل يقول لي التي تميزه عن غيره أو غيرك سوعسة وقبل ذكر تلك الخصائص انت هذا الشيء صفات ككور نشير عن تلمامنا إلى أن شعراء الحماسة شعراء الحماسة استخدموا في شعرهم اللغة العربية الفصيحة قبل يقولوا وحي وأنا يكسرين وقبل يقولوا كنت رجل اللغة العربية الفصيحة لهجات كمحلقة ما يجسن جرجرين مخالفين بذلك أيضا السلاح كو خلافية أو كجدون كثيرا من الشعراء في عصرهم إن بدن أو شعراء كملة أو عصر الجوبي الذين غلبت العامية كواسو أي كغالب نقطة اللهجة عامية صارتهم حيتها بسبب البعد موطن العروبة صارتوا وحي كفوا اللغة العربية وخالص كان ماشي الوايو ونقص الثقافة يقونت الوايرات وغلبت الأعاجم ذاتك عاجم تانا وكغالب نقطين حتى ما قلنا أن خصائص الشعر وليه شعر الحماسة لها فنية وحكمنا كو القوة والجزالة حوق بدنان يوين بيلهاين في الألفاظ والتراكيب معا حوق قاس يوين قاس وحي كجرتي ألفاظ يا تراكيب طلبها بسبب محاكاة كبار الشعراء العباسيين أيقوا اسكت إني كنت إذن شعراء العباسيين ووينا ومعارضتهم قبل يقولون أي أبندقان كالمتنبي وأبي التمام سيدة لما أعنيه لك يا متنبي أبي التمام وايد المتنبي يو أبي تمام مركا أي كنت ينيان قبيلة يا تاريخ ودي بهيان قبيلة تريان يصوب تريان وهيان لكن وقت ما يسجون والله ولا شاعر متنبي يا أبي تمام متنبي نوحه النولا قرن صدحات
وعلى متربنا وحنا قرن أفراد أبو تمامنا وحنا قرن صدحات هجري نمن كان وحي جوبين إلى قرن اللحاد إلى قرن شناب إلى قرن تضباط أي نوراين مركب ما يصار كنا من كان لكن أسلوب كأوتلين جيران أي كذا يعني قيم طلبات وحنا صدق العاطفة عاطفة يدرنك أورون صارت محيطة وذلك لأن الشعراء يعبرون بإخلاص سدة عدنما أي موجودين عما يختلج في نفوسهم وعن نفته وكسر الله بنيا ومن حب لهذا الدين دين تا إسلام كجعيل كأقبانا وبغض للأعداء عدو إسلام كصور رسي وعلى رسينا ولم تكن تلك العاطفة الجياشة عاطفة الجياشة بمعنى القوي الجياشة أي القوية ما يصنعين عاطفة حوق بدني فردية فحسب مد كلية أو شعرها كلية جاركو أماهد بل كانت عامة وحي مد جود تعبر عن ضمير المسلمين والله موجودة مسلمين تضمير كودا جميعا عندما أنتم وأمانيهم يوحي دي شريان وتضلعاتهم وحي يسكن إيرانيان في استعادة بلادهم ومقدساتهم سيوسع عشران وضن كودا مقدسات كودا وينين يصير بيت المقدس وكذا صدق وحوي سيطرة المحسنات البديعية waxa loo yaqaano muxasanaat albadiiciya oo balaaqada ku qaadanay ayaa ka qaalib noqday gabagooda faqad istakhdama shu'araa al-hamasa waxay adeegsadeen oo gabaygood u adeegsadeen بعض الوان البديع نوعية علم البديع قار كاملة كالجناسي ومحسنات كاللفظية والدماغي ومحسنات كمعنوية وكان استخدامهم للبديع أديكسلوا علم البديع أديكسلوا وحوها يأتي متكم إيمانية عفويا عفو الخادر باليا أيوة اسكدهم دون الأول والغوف الزري غير متكلفون اسدون دون لهين إلا أن حيث بعض الشعراء لكن الشعراء قاركود وكد ذلك جعلهم يقعون في التكلف وحي كد ذلك قيبتان إنه كان علم البديعة وحي كدقتي إنه يتكلف تأكد عن تكلف كاسو الذي يخرج الشعر عن كونه قبل يروح كساريا إنه يهي فيضا عاطفيا ضغط عاطفي أو تعبيرا وجدانيا أما إنه موجنيه وح قلبك لغا عبره لغا موجنيه أفر خصائص الشعر كوحكم ده شعر الحماسة وأحنبرك وقودن بيه الوحدة الموضوعية وحليها إنه كم ده يصنع قبل هل موضوع كليله كم ده يصنعين ذلك أن الشاعر يتناول غرضا واحدا شاعر حسوق هذا هل أجيده وهو الجهاد جهاد كليله تاسا كم ده يصنعين فالقصيدة وإن كان فيها مدح للقادة قصيدة حتى هذه اللغة أمانة تلياشا عيدا مرة والرفاء للشهداء لو برارنا يا شهداء كل انت إلهي جد كيسا ووصف للمعارك دقال الله لقو سفينه إلا أنها كلها ذات هدف واحد لما أنت تروح إلى هيد هل أجيده يجمعها وكل منها وهو موضوع الجهاد في سبيل الله موضوع الجهاد في سبيل الله والحماسة ضد الأعداء إيوه إلا يسقوا بيوه ولا يسكعيوه أيضا عدوه لا يسقوا بابنه هذا سوق على النماذج من شعر الحماسة تصاليال كم من الشعر كاللي شعر الحماسة يقول أحد الشعراء من شعراء المسلمين تكمل أوحوا ليه مستنهبا أصوه كرؤ قاضية همم المسلمين مسلمين تهمدوا للدفاع عن الإسلام سي إسلام الدفاع وحوا ليه أحل الكفر بالإسلام ضيما قال لماذا وحي كد جيسي إسلام لماذا ضيما وظلمي ضيما أي ظلما بيكون جسوي ظلما أي كود جسوي مركا إسلام لماذا قال لماذا إسلام لماذا كمدة جنكرتو ظلمية أو دين الإسلام هي دين قالوا وشيء معنوية لازم واحد لو رجع أهل الكفر بأهل الإسلام واحد كود جي ظلمي قاسو يطول عنه وديرانيو للدين دينته النحيب بررته نحيب هو على هذا رفع الصوت بالبكاء عليها وعليها رفع الصوت بالبكاء وايه فحق ضائع وحاجة حق للمسلمين تحق ودي قالوا لي والله وحما مباح سيرودنا والله بنيسه والواحد قدبي وسيف قاطع ديق وحوى السيف وحقينيسه ودم صبيب يديق شميه وكم من مسلم بدر انت قف مسلمه انت نين مسلمه بدر امساء وهبين سلي صليبا اصوى الله بوبي حقيسي
ومسلمة هي قبر مسلمة لها حرم صليب وأيضا وحي لها حرم الواحد قدبي والله بوضي وكم من مسجد بدنا نمكع قالوا النصارى انت كي يلين مساجدك جعلوه ديرا وحي كده دير ومال وعبد اي وحكوا عبد النصارى مكان العباده للنصارى بعدين ليها على محرابه مساجد المحراب في سنه نصب الصليب على مد الكريستانكا ايا لغا تاغي دم الخنزير فيه اللهم خلوقه نمكع ديق الضوافاركو وحو يحيى ادب سيجعليهن وتحريق المصاحف فيه طيب كتبت قرآنك إن الجبانة وناك أي واركان أمور أرموا يا رماسي لو تأملهن طفل هدي علوك يرآد وفير صوت أو وفكره لضفل أي لظهره لضفل وعكسه مقلها في عوارضه هربديسة المشيب عرى كسه مقلها ودمنه كعروب له أتصبر المسلمات بكل ثغر قبلها المسلمات كمية لقفالنا يا بكل ثغر فرنكستا وعيش المسلمين إذن يطيبوا والمسلمين تنوشوا ذولا أي وناك سنانيسا أرنتاس واحد عكرم ما هو أمال الله والإسلام جند إلهي إسلامكم مويسر الرحيم عيدمه تدافع عنه دفاعه شبان الضليرو وشيب يعرفه شبان وجمع شاب جمع شاب ما راح جمع يسا شبان إيوه مثل الله شباب لا جاء إلى هذا متقارته شيبنا وجمع مفردكيس وشايب شايب وقف عرهله أيها وعلى وجه عليه الشيب وإلا ما إسلام موصل هاي دفاعه وعيدا وشبان الضليراء أما الشيب العرورة فقل لذوي البصائر ذاتك عقل لو كل هذا حيث كانوا ملك سيجوغان أجيبوا الله إلهي يجيب ويحكموا خيركين بالناية أجيبوا الله أجيبوا إلهي دينتيسا أقرقارا وقال الله دقالبا الدير وحل يا مكان العبادة عند النصارى وماشي يكون عبادة النصارى أي الدير لي خلوق ونوع من الطيب ضفلع بمعنى ظهره والعوارض جانباء الوجه وجه لما يصير نعوه الدرس الثاني درس نموذج كاللباد وحا إسكاله بهاء زوير نكل يا إسكاله ونموذج من شعر الحماسة وحكى الله في انتصار الملك الكامل قوشي وقوليسي بقرك الأورنجري الكامل ورأيه بقاها على الإفرنجي فرانسيسكا وكقوليسي وحلي بك اهتز عطف الدين أديك صابك أيها وحار رحمي دين تقرب كيدي في حلل النصر حالة يتاي دينتو إنه حرانتها هاي شاكيددي اسكو جوغيدي قوشة وردت والع عليي على عقابها عند الضمبيت كيدي بالله عليي ملة الكفر دين تقالوا ماشي كي بعد ما قالوا اللي عليه ولا قاعد كذا صبرت صبرتي ووعد كيستي إلى أن أنزل الله نصره إلهي كسر دجي قوشيسة لذلك سيدا درادت قد أحمدت واحد ما هذا الشيء عاقبة الصبر صبر كعند الضمبيت كيسة والليلة النفر للعدو هبينك الله بح عدوه والمسلمين قالوا أبحان كأنها هبينك وحوم ليس لكثرة من أرديته dadka aad halaagtay habeenka badankiisa badnaantooda leeyada naxri habeenkii gowraca oo xajka kala ay umaysaawle sadadta waxa dabooshay sabiil albarri wadadii biriga wal bahri anhum iyo tiibada xaqooda waa ka dabooshay bisaabihati duumin fardacad cad ayaa kaga fardan madooba kaga dabooshay adduum waa jamcu adham faraska asad gaadaya wasaabihati qurun iyo fardacad cad ayaa kaga dabooshay asaatiilun وجوتين بلد أصادل وجمع أسطول البحر جوتين إذا ماذا بدأ مريني سوي ليست في أصادير من مضى منعها كتركتانتي أمضيه هراء يضطك يروح يشاري جيران معها بكل غراب تككستا راح وهو هذا أغنصة إنه كأو غارس بليه من صغر ضدك لمنايا أو تكوه عليه بنانتد أيها تكوه وابها لوبي وهو نعصيه قرقر كي قليلك إنه هو وارصه وجيش كمثل الليل عيدا فربنا أبو لبنا عيدا كاسو كمثل الليل هبينك وكراه هولا شدة يوهيبة بقرنتا وإنزانه هبينك هبقر حيو ما فيه وحكسوغا ومن أنجو من حدقاه زور وعدعب وباتت جنود الله فوق ضوامر عيدا مدى إلهي وحي هبينك أبريان فوق ضوامر فرضل بقلالي دشو وصارا بأوضاحها
فردها قوابك وجيدة كعب عبان كاس كسوغا أوضاح له وحلي هذا بياض في قوائم وجبهة الفرس قوابك فرسك يوجيه عدهم باليا أيها تغني وحي كغف اللانيسا الصراط ضدك هذين قورين على الفجر وابركي فما زلت كما هذا الزول حتى أيد الله حزبه إلا إلهي وكحوجي حزب جيسا وأشرق وجه الأرض وقلك أوغديسا يدوشي سرع يفتي جدلان حالي يقولكم متفرحسن بالنصر قوشك وفرحسن أي مسلمين تقارين فرويت منهم وحد كهرات بيليسي وعدك قالوا كهرات بيلي ضامي البيدي سيفيه أومنا وهرات كوهي والقنا ورميه أومنا كهرات بيلي وأشبعت منهم حقي هلم كان وحا كدرجيسي جاي عدبيبي ورابيه قاجزنا والنصر بقليدي قاجزناد أيها كدرجتي وجاءت ملوك الأرض انت كبعد مكا قوشها شيء بقرر دولك الجو من باكو يمد نحوك عليه حقاك خبعا أي خاضعين لك أيها كوه قاسم تجرروا أيها جيرية أديال المهانة لدماء السينتي دي والصغر يريسك أيها جيرية أيها كوه يمد ادفوا الدين وعلى وجه ادفوا كل شيء جانبه لنعيسوي الصابحة الجياد فردوي دوم وسودوي من ملو غرنا بيضوي وهما من الألوان الخيل وحين كمدين من أبلا فردهوي الضامر من الخيل وحالي هذا من حصر بطنه فرسك عروشيسو أي قانتو الله فيه والله توابري وفردها مركو انتلع عيليوه أيها كبعدنا مدبر الأرض السياسي وحوق وياشو الأوضاح وحالي هذا البياض في الجبهة والقوائم وعدان كسوة وجهة يلوها فرسك كسوة الصراط جمع صارم وهو من يسير بالليل وعندها بينك سعونا يسوي جدلانا أي فرحانه وقال أبو المظفر القدسي أبو المظفر الأبي وردي وحاول ليه يصف أحوال المسلمين أصبوا صفين مسلمين تحالت دولة بعد احتلال القدسي مركي بيت المقدس لقب صديق بعدي بوليه مزجنا دماء بالدموع السواجمي وحان كلها نيجد بالدموع السواجمي نيجي سعد اللي انت داغنيسه ديق بان كدهنay فلم يبقى منا نونهر عرضة للمراجم إن أبا أفحمه وشر سلاح المرء قفك همك وقاطع وحا أشربا دمع يفيضه اللي أداديه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم هذه الدقالك أوكعه وقرعه أيضا سيف ليسكو أليسانيه وكيف تنام العين سير أشي حنيسا ملء جوفونها أيضا أشي بارك يذبوحان على هفوات أيضا يجران أخطاء أيقظت كل النائم إتكسؤه ردي براروجسي وإخوانكم بالشام ولا لينا شام جوغا يضحي مقيلهم والغوضحي يسوال القورعة حلقة قيلوا له دورك بكي عرصريات أيال القورعة ظهور المذاكي فردها دوشولا لغو قورعة أو بطور القشائم أما اللي بحيل علوشولا أيال قران تصوموهم الروم روم با وحي لبنسينيسا الهوانا دولنمو وأنتم إذنكنا قولنا غير حجاز يمن جوغا وديالك سوقارن تجرون ذيل الخفض نعمة يا برواقضة ايات سينتا نركة جيديسان فعل المصالم سوى يارو قفنا بتقريها يستا وبين اختلاف الطعن وضرب وقفة كلا دوانانتا ورن يسكن مدو يسافل يسكن قراعة وحا كسوغا وقفة جوكسي تظل لها الولدان عرورتا يركا اي نغنيان شيب القوادم اي نفرضا كعروبان وتلك حروب تاسوا دقالله من يغيب قفك كم مغناضة عن غمارها دقالك شدديسة يعليس كيسة ليسلم سيو أبد باله يقرع بعدها دقالك بعد وهو قراعي دونا سن النادمي الكوه قراعي دونا سوق ومينيه فليتهم إذ لم يذوذوا حمية هذي دفاعي وهي دينة إسلامك أيوة أودي دينية حمية عن الدين دينة أيوة أودي دينية ضلوا غيرة بالمحارم ما كب خيران أو كب صيران محارمته لنا إلى عشرات وإن زيدوا في الأجر هذي كالزاهدين أجرك إذ حمي الوغى مركوا دقالك كل هذا فهلا أتوه ما يمالان رغبة في الغنائم أيوة غنيمة دونية فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فهدينا هدك بعد أن عرون رمينا إلى أعدائنا بالحرائم عدوين عدوين أطولنا حرائمتنا وواصيلنا السواجم سجم الدمع أي صال بغزارة سحوغ أيوكو سعودي المراجم قبيح الكلام بليها الصوارم وجمع صارم وهو سيف القادع المقيم وعليه النوم ظهرا
المذاكين وحوي الخيل التي أتى عليها سنة أو سنتان وفرد جرى سنة أو لا سنة القشائم جمع قشر وهو النصر بقليلة أو الأسد اللباحة أو الضبع وراءها الهوان الذل والخفض الذل الخفض الدعة ورغد العيش أياليها القوادم وهي قيمة لو قدم يسوح عليها المناقشة سؤال شبه وحي ماذا وصف شعراء الحماسة في قصائدهم معي كسفين سؤال الله بعد وليلة النفر للعدو كأنها لكثرة من أرديته وليلة النحر من الذي أنشد هذا الشعر قبل ياتري صدح ماذا يقصد شاعر بقوله بصابحة الدوم وصابحة قرن محوص شاعر كل الجيدة ما معنى طفلة يا العوارض معناه الوامحي شن اذكر اثنين من خصائص العامة لشعر الحماسة لحن وحوي عدد موضوعات شعر الحماسة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته